ضفنا معلقه، دي المعلقه التانيه. برضه حلو قوي. زمان بنعمله في المكنه، كنا زمان بنعمل صينيه فيها ميه وبخار وكنا بنحطه في الفرن. دلوقتي الطريقه دي سهله جدا، هتخليكي تعمليه في ثواني وانت واقفه. قلبنا معلقتين السكر حلو جدا، معلقتين زبادي بس، ونقلبه حلو قوي، وشلنا وش اللبن زي ما احنا قلنا. بقى معاكم، فخليها ان شاء الله باذن الله الزبادي دي تبقى احسن من المحلات ان شاء الله. كل لتر لبن عليه معلقتين زبادي بلدي من اللي انت تحبيها. ممكن لو انت بتحبي الزبادي اللي هي الجاهزه بتاعت المصانع ممكن تحطي حسب الزبادي اللي انت بتحبيها، يعني مش دي معينه. في ناس بتحب البلدي وفي ناس بتحب الزبادي اللي هي بتاعت المصانع. حطينا احنا زي ما قلنا لكم اللبن بعد ما غليناه وهو دافي خلاص، يعني صبعك كده ممكن يتحط فيه اهو، يعني صبعك ممكن تطيقي درجه الحراره بتاع صبعك اهو. حطينا هنا عيد تاني برضه دي بس اللي هي الخميره بتاعت الزبادي. حطينا معلقتين سكر وحطينا 4 معالق ميدو. نسيت اقول لكم ان انا حاطه 4 معالق ميدو في الزبادي هنا اهو، علشان بيدي طعم حلو قوي، وبيبقى برضه يعني بيدي قيمه غذائيه كمان للبن الجاموسي. مع اللبن ده فيه قشطه، وشلنا القشر بتاع القشطه بتاعته، بس جميل قوي قوي. جربي ال4 معالق ميدو بصراحه بيدي له طعم حلو قوي. هجيب بقى معاكم كده مغرفه كده ولا حاجه عشان ايه اغرف معاكم الزبادي. ولا في فرن ولا في حاجه اهي، المغرفه اهي ما شاء الله. هنقلب حلو قوي قوي، وهنسيب معانا الزبادي دي يوم كامل بره الثلاجه. هنشوف معاكم كده بسم الله الرحمن الرحيم. نشوف معاكم الزبادي اهي ما شاء الله بالمنظر ده كده. اللي هي دي يعني توفير جامد. انت لو جبت دلوقتي علبه الزبادي بره الصغيره جدا بتهيألي ب 3 جنيه ونص بان، ومش عارفه حصلت كام يعني. على قد ما تقدري توفري برضك في بيتك وصفات كده بسيطه ان شاء الله في شهر رمضان باذن الله، وتعمري بيتك كده والثلاجه بتاعتك كده بخير كده ان شاء الله باذن الله بالخير والبركات كده ان شاء الله. شوف ما شاء الله يعني تعمل هنا قد ايه. طبعا بره مش هتجيبها بالحجم ده والكبر ده ابدا. لو حبيتي تجيبها من بره شوف هتبقى بكام. شوف كام واحده، 5 وحدات ما شاء الله كبار ازاي. بره التلاجة، مش هنحطهم في التلاجة دلوقتي. اهم حاجه ان احنا نغطي وشهم بالاسترتش ونسيبهم هنا عندنا ايه في المطبخ بره المطبخ، مش هنحطهم في التلاجة الا لما يبردوا خالص، لان هو طبعا لسه دافي اللبن معانا لسه دافي.
وش الزبادي لازم يتغطى. ايه قوي عشان يعمل وش زي اللي بره بالظبط، لازم يتغطى. بعدين لما يبرد خالص بقى هيتصبر اصلا في بره هنا في المطبخ يوم كامل بالمنظر ده. هتعملي اكلك وتعملي غداك وتعملي كل حاجه وهو جنبك في المطبخ يعني، وانت واقفه اول ما تصحي كده ان شاء الله باذن الله من النوم باذن الله كده يقعد علينا الايام بخير كده اهو بالمنظر ده كده. وتحطيه معاكي كده في المطبخ وتسيبيه كده على جنب وتشوفي بقيه اكلك اول ما تقومي كده تعمليه وتركينه على جنب. اغطيها كده اهو. كده بالمنظر ده واغطيها بالاسترتش كده اهو عشان يعمل وش معانا كده حلو. وارجع له واعمل الكميه دي كلها وارجع له. ما شاء الله اللهم صل وسلم. بالاسترتش ده بالمنظر ده. طبعا احنا السوق معانا كده هنا في المطبخ كده فوطه كده حلوه، تكون صوفه يعني فوطه لا تكون صوف والقصوف مثلا مش عايزاها، بس اهم حاجه طبعا تكون نظيفه. اي حاجه انت مستنيه انا مش عايزاها بتاعت ولادك نظيفه، صوف دفايه فوطه اي حاجه. لبن كده هنفردها كده مرتين ونغطي بيها الزبادي ونسيبها معاكي في المطبخ. ما تحطوش في التلاجه خالص يوم كامل، تسيبها كده في المطبخ كده يعني الصبح ان شاء الله كده في رمضان الصبح كده بدري تعملي الزبادي بتاعتك تسيبيها كده في المطبخ كده على جنب. لما تخلصي حاجه تاخدها كلها بس تلاقيها الوش بتاعها كبت معاكي وتدخليها في التلاجه على طول زي ما احنا هنعمل ان شاء الله دلوقتي. كده فوطه معاكم نضيفها اهي ان شاء الله في المطبخ. هنعمل بقى على طول زي الفل ما شاء الله يوم نضيفها. هنفرد معاكم كده الزبادي اهو. طبعا الزبادي لسه خفيفه خالص اهي لسه ما تبردش معانا طبعا. هنسيبها بالمنظر ده كده يوم كامل في المطبخ. ونسيبها كده اهو ان شاء الله باذن الله كده اهو. وراكم باذن الله لما تبقى بقى معاكم وندخلها الثلاجه خليكم معاكم في اي حته. استنوا باذن الله كده يوم كده لما تبقى معانا كده بره ونوريها لكم ان شاء الله. خلصنا كميه الزبادي اهي ما شاء الله 5 كبار كده حجمهم حلوه ما شاء الله. سيبناهم في الفوطه يوم كامل كده في المطبخ والصبح ان شاء الله حطيتهم في الثلاجه. جبت معانا اهو على قد ما نقدر نوفر في رمضان. انتوا عارفين الاسعار غاليه جدا وعلى قد ما نقدر نوفر في رمضان. كميه حلوه وحجم كبير اهو ما شاء الله. الزبديه قد ايه بصوا ما شاء الله جامده ازاي متماسكه معانا اهي ما شاء الله حلوه قوي. اديت اللبن وزبديه عملنا احجامهم حلوه ما شاء الله. شوفوا الحجم قد ايه احجامهم حلوه يعني حجم كبير. طبعا انت لو رحت اشتريت واحده هتلاقيها صغيره جدا ب 3 جنيه ونص مش عارفه دلوقتي ولا بقت ب 5 جنيه بصراحه ما اعرفش لان ما بشتريش من بره زبادي. انا بعملها في البيت لاولادي ما شاء الله. اديت اللبن وزبديه عملنا الحجم ده والكميه الحلوه دي اللي انتوا شايفينها دي ما شاء الله. اللهم بلغنا رمضان يا رب. لو فاقدين ولا مفقودين ان شاء الله يعود علينا الايام بخير. لو وصلت لحد دلوقتي في الفيديو يا ريت ما تنسيش باللايك الحلو بتاعك. ولو لسه ما اشتركتش في القناه انزلي اشتركي في القناه دلوقتي عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في رعايه الله وامنه.